لسه مجربتيش الفكرة الفظيعة دي؟ لازم تجربيها. اول حاجة معايا كوبايتين من السكر وكوبايتين ونص من المية، هرفعهم على النار لحد ما يتقل، وقبل ما اقفل عليه ب10 دقايق اعصر عليها عصرة ليمونة واسيبها تغلي كمان غلوة واقفل عليها. بعد كده معايا صينية هدهنها بالسمنة، والسمنة اللي انا هدهن بيها الصينية ما تكونش سايحة عشان تبقى الطبقة بتاعت السمنة كده سميكة والحاجة ما تلزقش مني في الصينية. بعد كده بقى معايا نص كيلو من الكنافة، انا جايباها متقطعة جاهزة، او ممكن لو جبتيها سليمة تقطعيها عادي في البيت بقى بمقص، او ممكن تدخليها الفريزر وتطلعيها كده تكسريها هتتفتفت معاكي بسهولة. بعد كده بقى حطيت عليها معلقتين كبار من السكر البودرة ونص كوباية من السمنة، مسيحة السمنة اللي ضفتها على الكنافة. اقلب بقى الكنافة مع السكر البودرة والسمنة عشان الكنافة تبقى متشربة بالسمنة كويس، ولما تستوي تبقى كلها كده مقرمشة ومستوية وواخدة لون واحد. فردت بقى اول طبقة كده في الصينية، وعشان تبقى مفرودة كده وشكلها مظبوط معايا هضغط عليها كده بظهر كوباية لحد ما تتفرد وتبقى بالشكل ده. احط بقى عليها معلقتين سمنة، واحط كمان على الحروف كده شوية من الكنافة عشان اعمل لها حرف الحشوة اللي احنا هنعملها ما تطلعش منها. نعمل حرف بقى كده للكنافة. بعد كده حلة اضيف فيها كوبايتين من اللبن، واضيف عليهم معلقتين كبار من السكر ومعلقتين كبار من النشا. هقلبهم الاول على البارد، بعد كده ارفعهم على النار واقلب لحد ما القوام يتقل معايا. الحشوة دي حلوة جدا وطعمها بجد بيبقى كأنها قشطة حقيقي، احلى كمان من الكنافة اللي احنا بنجيبها من بره من المحلات وبتبقى محشية، بيبقى الحشو بتاعها طعمه مش حلو خالص. فدي الحشوة دي للحلويات حلوة قوي، طعمها بجد رهيب. وهنشوفها كمان بعد ما استوت بقى هتبقى عاملة ازاي. بعد بقى ما رفعتها من على النار والقوام تقل معايا بالشكل ده، اضيفها كده على الكنافة وهي سخنة لسه، ما سيبهاش لحد ما تبرد عشان هتتقل ومش هنعرف نفردها كويس على الكنافة. فوهي سخنة كده افردها على الكنافة واضيف بقى الطبقة التانية. اكون مسخنة الفرن على اعلى درجة حرارة، اضغط بقى كده بايدي على وش الكنافة عشان اسويها، بس ما اضغطش قوي عشان الكريمة ما تطلعش مننا. باقي بقى الكنافة اللي فضلت معايا هعملها في الطاسة على عين البوتاجاز من فوق، ودي هعملها سادة. برضو دهنت الطاسة كده دهنة سمنة، وما نكونش مسيحين السمنة اللي احنا هندهن بيها الصينية او الطاسة عشان تعمل لي طبقة كده عازلة والكنافة تتقلب معايا بسهولة. حط بقى كل الكنافة اللي فضلت معايا من النص كيلو، اساوي برضو الوش بتاعها، وعلى اصغر عين بقى بوتاجاز وعلى نار هادية اسويها. احط معلقتين سمنة كده على الوش، اغطيها بقى. الغطا ده كان صغير فغطيتها بغطا كبير، واخلي النار هادية عليها خالص لحد ما تاخد لون. دي خلاص كده كنت مشغلة الفرن من تحت بس، وسبتها بقى لحد ما خدت لون من تحت ومن فوق كده بالشكل ده. اقلبها بقى وهي سخنة كده، اول ما اخرجها من الفرن اقلبها عشان احط عليها الشربات يكون بارد والكنافة تكون سخنة.
الشربات مظبوط جدا للي مش بيحب الحاجة تكون مسكرة قوي. لو عايزة يبقى مسكر قوي او قوام تقيل شوية، ضيفي كوبايتين السكر على كوباية ونص من المية وسيبيهم بقى على النار لحد القوام ما يتقل اكتر من كده. انا بالنسبة لي القوام ده مظبوط جدا وسكرها كمان مظبوط، عشان الكنافة كمان فيها سكر بودرة. بصوا بقى واخدة لون ذهبي وحلو جدا. اللي على الطاسة كمان خدت لون، هقلبها بقى كده واخليها تاخد لون على الوش التاني. ما دهنتش الطاسة مرة تانية، خلاص هي مرة واحدة بس. خليت بقى الكنافة اللي بالقشطة تهدى شوية، بس بعد كده ابدأ ان انا اقطعها. وعايزة اقول لكم ان هي وهي سخنة كده بتبقى رهيبة. خلوها بس تبرد شوية لانها بتبقى سخنة جدا. اول ما تهدى كده شوية كلوها بقى بألف هنا وشفا. بجد طعمها حلو جدا، والقشطة اللي جواها كأنها قشطة حقيقية، يعني مش معمولة بلبن ونشا كده بس. لا بجد طعمها حلو قوي. جربوها وقولوا لي ايه رأيكم فيها، متأكدة ان هي هتعجبكم قوي. ما تنسوش تحطوا لي لايك، لو لسه ما اشتركتوش في القناة تشتركوا، اكتبوا لي تعليقات قولوا لي بتتابعوني من انهي بلد. بحب اشوف تعليقاتكم جدا وبفرح بيها. قولوا لي بقى الوصفة دي تستاهل كام من 10. احلى طريقة كنافة ممكن تجربوها، طعمها مع القشطة ومقرمشة، سكرها مظبوط جدا، طعمها خطير بجد. حابين بقى تزينوها بأي حاجة تانية، مكسرات او اي حاجة من على الوش، عادي زي ما انتوا ما تحبوا. ودي برضو اللي احنا سويناها على الطاسة. اول اما انزلها كده من على الطاسة وهي سخنة، اسقيها بالشربات مقرمشة جدا واخدة لون حلو.